السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي وزة؟ النهاردة هنعمل لكم بسكوت العيد، يا بسكويت يا احنا يا كحك العيد يا احنا. هنقول لكم مقادير كيلو الدقيق: 350 جرام سكر و350 جرام سمنة، يعني كوبايتين الا ربع، واربع بيضات وباكت فانيليا، وازازة ريحة البرتقال، وازازة ريحة الموز، ومعلقة نشادر صغيرة، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، وسنة ملح. والسمنة لازم تكون حاطينها في التلاجة حوالي نص ساعة. حطيناها قدامكم اهي متماسكه، ونفضل نرب فيها لغايه ما لون السمنه يبيض كده ويبقى زي الكريمه كده. زي ما انتم شايفين اهي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طبعا اللي قدامي ده كيلو سمنه، لان انا مضاعفه الكميه، عامله 3 كيلو. ال3 كيلو بسكوت ليهم كيلو سكر وكيلو سمنه و12 بيضه، والروايح بقى اللي انا قلت لكم عليها، الفانيليا وريحه الموز، وليها كوبايه 3 معالق نشادر، وليها 3 معالق بيكنج باودر. بنضاعف الكميه يعني. حطينا السكر على السمنه بعد ما ربيناها كده وبيضت في ايدينا زي ما شفتوا، ونرب كده. بسم الله ما شاء الله، عامله بايديا، لان السكر انا سكر ناعم، سكر بودر ما بياخدش حاجه. ربيته في السمنه كويس، وبعد كده هننزل بالبيض، بيضه بيضه، ونقلبها كده لغايه ما تختفي معانا في قلب السكر والسمنه. خلص بقى معاكم بقيه الكميه عشان ما اطولش عليكم، لغايه ما احط ال 12 بيضه كلهم. حطيت ال 12 بيضه، وحطيت معاهم كوبايه عصير برتقان، 3 برتقانات عصرتهم عملوا كوباية. عصرتهم زي الليمون كده بإيدي، مش في الخلاط يعني. حطيت ريح الموز، وحطيت كمان ريح البرتقان، وحطيت معلقة مية ورد، وأقلبها كويس كده على البيض. ريحته جميلة وزي العسل. والدقيق معانا 3 كيلو دقيق نخلونهم طبعا. أهم حاجة ننخل الدقيق، وأهم حاجة في البسكوت إن احنا نربه كويس. هننزل بالدقيق كده ونقلب يعني شوية شوية. عايزه اقول لكم ان ال3 كيلو دول بيعملوا ما شاء الله 6 كيلو، ما شاء الله اللهم بارك. هنحط بقى سنة الملح معانا اهي، وهنحط 3 معالق صغيرين بيكنج باودر. لازم تحطوا المقادير مظبوطة عشان البيكنج باودر ما يبقاش كتير والنشادر كتيرة لا قدر الله يفرش منكم ويبوظ. ادي 1 2 3، 3 معالق بمعلقة الشاي الصغيرة. قلب بقى في الدقيق كده بالراحة، واحدة واحدة. بسم الله ما شاء الله. نزل الدقيق، وبحطوش كله مرة واحدة بس عشان ما يبقاش تقيل على ايدي. كده حطينا الدقيق كله، وجبنا نص كوباية لبن، وهنحط فيها 3 معالق نشادر. حطينا ال3 معالق، هنقلبه بقى كويس. في اللبن لازم يكون دافي عشان النشادر تفور معاكي. لبن ساقع، وفي ناس ممكن تحط ميه، مش لازم لبن يعني، براحتك. لو نص كوبايه دي ميه عادي ما فيهاش مشكله، بس انا بحب احط اللبن على كل المخبوزات. حطيت النشادر، وحسيت ان العجينه محتاجه تاني، حطيت نص كوبايه اللبن التاني، لان هي كانت كوبايه لبن، خدت نصها في النشادر، والنص التاني حسيت ان هي محتاجه. زي ما قلت لكم، سواء في الكحك او في البسكوت او في القرص، لازم ايدينا تبقى مفروده كده واحنا بنعجن، بايد بتودي وايد بتجيب. بسم الله ما شاء الله على العجينه، جميله وزي العسل. اللهم صل على النبي. لازم كده نفرح اولادنا ونفرح بيتنا ونفرح نفسنا كده، ونعمل حاجة العيد. الحاجة جميلة وسهلة، مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة صعبة علينا دلوقتي، ما شاء الله اللهم بارك. طالما تمشي على مقادير مظبوطة، حاجتك هتطلع زي الفل. كده ما شاء الله، يجعل طعمك سكرك كل من دقك يشكرك.
خلصنا كده العجينة بتاعتنا، وريها لكم اهي طرية كده وناعمة وجميلة. بصوا تقطم قطم معاكم اهي اهي. نعمل منها كرة كده ونبطها زي العسل، زي الغريبة، ناعمة كده وجميلة. جهزنا الصواني بتاعتنا، حطينا فيها نقطة زيت ومسحناها بمنديل كده، نغطي العجينة جنبنا كده عشان ما تنشفش مننا. حطينا العجينة في المكنة، هي ما شاء الله طالعة ولا مشققة ولا ناشفة ولا اي حاجة، ونازلة من المكنة سهلة وبسيطة. طبعا انا هخبز في الفرن الغاز، لو انتوا هتخبزوا في فرن البوتاجاز هتتحط على الشبكة وهتولعوا من تحت، ولو حسيتوا ان وشها محمرش تولعوا الشوايه من فوق وتوطوها بسيط. لكن انا هعمل في الفرن الغاز عشان يعني ايه بينجز معايا. بصوا البسكوتة، وما تنسوش بقى لو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اهم حاجة كده تصلي على النبي وتسمي وانت بتعملي الحاجة، وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي.